تخيلوا معايا طفل صغير بيحاول يرسم ويتعب في محاولة ان هو يعبر عن نفسه، لكن للأسف لما يجي يختار الألوان مش قادر يشوفها زي أي حد طبيعي. إحساسه بالوحدة في لحظة زي دي ممكن يكون مؤلم جدا. في حوالي 300 مليون شخص في العالم بيعانوا من عمى الألوان، وده بيخليهم يحسوا ان هم مختلفين، وان حاجات بسيطة زي الرسم والتلوين بقت حاجات صعبة ومحبطة. احنا تيم ترو كولرز من أكاديمية تيكاتك. أنا إياد ماهر، وانا ادم اسلام، وأنا عبد الرحمن أحمد. قررنا ان اي حد عنده عمى الوان لازم يكون في اي حاجه توقفه مع التعبير عن نفسه. الفكرة بسيطة، جهاز ذكي يساعد الأطفال المصابين بعمى الألوان يقدروا يلونوا ويرسموا بسهولة كأنهم بيشوفوا كل لون بوضوح. الجهاز ده مش بس بيحدد اللون الصح، كمان بيساعد الطفل انه يتعلم ويكتشف الالوان بطريقه جديده. دلوقتي كل طفل هيقدر يلاقي نفسه في عالم الالوان. دلوقتي تعالوا نشوف تصميم الجهاز. دلوقتي هشرح لكم الهاردوير. عندنا اكشويترز وسنسور. عندنا الاكشويترز LCD، وعندنا السنسور اللي هو الكالر سنسور. وعندنا هنا مثلا لو حد مريض عنده عمى الوان بنحط دي هنا، والليد بتاع هنا على الاحمر، وبيكتب على الكالر سنسور كالر ريد، وكذلك وحطيناه على الاخضر بتعمل كالر جرين، وكذلك في الاصفر والازرق. لو هو مثلا برضو ما بيعرفش يقرا او كده، اللابتوب بيسمع له الصوت ده عشان لو هو ما بيعرفش يقرا. دلوقتي هشرح لكم الاردوينو من جوه متوصل بالLCD والكالر سنسور. لو الاردوينو وصلناه بالLCD هيبقى الاردوينو VCC، وهنوصلها بالفايف فولت، والجراوند بالسالب، والTX بالواحد، والRX بالصفر، والLCD بتاعنا I2C وبنستخدمه 16x2. ولو وصلناه بالكالر سنسور هتبقى في VCC وبتوصل بالفايف فولت، والجراوند بالسالب، والTX الTX بنوصلها بالواحد، والRX بالصفر. وعندنا برضو هنا برضو اوت عشان برضو نحط لها في البن اللي في الاردوينو. ودلوقتي ادم هيشرح لكم الابلكيشن. السلام عليكم، انا اسمي ادم اسلام من تيم ترو كولرز. عندنا النهارده المفروض يعني نوريكم الابلكيشن اللي هو بتاع روبوت فيجي بوت. عندنا 4 ايكون اسمه ليسونز، وايكون اسمه ستوري، وايكون اسمه اباوت، وايكون اسمه كولر باي ساوند. عندنا في الليسونز احنا عندنا هنا ليسون 1 فيها الالوان الاساسيه اللي هي ريد ويلو وبلو، دول 3 الوان الاساسيه. وعندنا في ليسون 2 عندنا فيها الالوان المشتقه اللي هو مثلا زي مثلا الاصفر لو دمجناه مع الازرق يدينا اخضر، والاحمر لو دمجناه مع الاصفر يدينا اورنج، والازرق لو دمجناه مع الاحمر يدينا. وتالت ليسون معانا في الالوان المندمجه. عندنا في كل درجات عندنا مثلا كل الدرجات بتاعه الالوان اللي هو مثلا الاحمر والاصفر والاخضر والازرق. وعندنا في رابع ليسون عندنا فيه الالوان الضوئيه دي، لما احنا يعني مثلا بنجيب كشافات بيطلع لون مختلف بالضوء، لو حطيناه مثلا على بعض ممكن يدينا لون تاني من الضوء ده بالضوء. وعندنا 5 ليسون في دوائر الالوان. دوائر الالوان دي الدوائر مثلا اللي هو كل لون اللي هو كل الالوان بيبقى في كل واحده دايره، اللي هو مثلا دول مثلا مدموجين مع بعض كده، وده مثلا لون لوحده، ده ما ينفعش يندمج، انما دول ينفعوا يندمجوا مع بعض. وفي الوان مثلا ينفع تتصنع من الوان، والوان ما ينفعش نصنعها من بعد ما احنا ندمج الالوان. وعندنا هنا 6 ليسون في هنا الالوان مصنوعه من ايه. في هنا مثلا الاحمر، وفي الاورنج، في اليلو، الجرين، بلو، بيربل، بينك، بلاك. كل واحد بيتصنع من كام لون. مثلا الاورنج بيتصنع من الاصفر والاحمر، والاخضر مثلا بيتصنع من الاصفر والازرق. فاللي هو احنا عندنا مثلا ممكن الالوان الاساسيه هي اللي تصنع الالوان المشتقه، وممكن نصنع بالالوان المشتقه الوان مختلفه. وعندنا ليسون 7 في هنا الالوان كلها بكل درجاتها، والاشكال بتاعت الالوان، كل الالوان بكل درجاتها واشكالها. وعندنا كمان في ليسون 8 عندنا اول لون اكتشفوه في العالم هو اللون الاحمر.
color red. دلوقتي احنا خلصنا الليسونز، هنشغل الستوري. الستوري هي عبارة عن ولد عنده عمى ألوان وكان خارج مدرسة هو واصحابه، كانوا عايزين يلعبوا، راحوا الجنينة عشان يرسموا. فهو بيرسم، كان عنده هو مكانش يعرف ان هو عنده عمى ألوان، بس اكتشف هو بيرسم، هو بيلون يعني. عشان هو كان بيرسم باللون البيربل، وهو كان فاكر ان ده احمر، هما قالوا ان ده احمر. فراح للدكتور، الدكتور قال له على علاج اللي هو اسمه فيجي بوت. في الاباوت بقى احنا حاطين شويه معلومات، مثلا اسم الروبوت اللي هو فيجي بوت باي تيم ترو كولرز. التيم بتاعنا اسمه ترو كولرز. كولر سنسور مثلا نوعه تي سي اس 3200، والال سي دي 16:2. هنضغط على البوتون اللي اسمه color by sound، هنلاقي فيه start record. بس قبل ما ندوس start record هنقول احنا استخدمنا AIA ونشرح الكود. احنا ال AI اللي احنا استخدمناه هو speech recognition. اقول لكم دلوقتي speech recognition عملنا بيه ايه. احنا المفروض ان احنا استخدمنا AI اسمه speech recognition، واول ما احنا بندوس على start record المفروض ان احنا بنقول في ثانيتين، بنستخدم يعني الوقت ثانيتين، المفروض احنا نقول فيهم لون من الالوان اللي هو مثلا بلو او ريد او جرين او بلاك. بلو هيطلع لي المفروض رقم 7، وريد المفروض 6، وجرين المفروض 5، وبلاك المفروض 4. انا هعمل لكم التجربه دلوقتي احنا هندوس على البوتون اللي اسمه start record، وهنقول اللون اللي هو بلو المفروض انه يطلع لي رقم 7. بلو. دلوقتي التجربة نجحت، وهو جاب لي الرقم اللي هو رقم 7، اللي هو color رقمه 7، color blue. وكده نبقى احنا خلاص شرحنا كل البرنامج، وقلنا lessons وجربنا الستارت ريكورد، وبكده نبقى شرحنا فكرة مشروعنا. تعالوا بينا يلا نجرب الفيجي بوت بتاعنا. دلوقتي هنعمل تجربة الريكوجنيشن. هنبدأ نقول اللون، والليد هتنور قصاد اللون اللي احنا قلناه. جرين، جرين، يلو، بلو، ريد، ريد، ريد. تعالوا بينا نجرب قلم الفيجي بوت بتاعنا. كده تكون تجربة الفيجي بوت بتاعتنا انتهت. عمل ألوان مش نهاية الطريق، ولا هو عائق للتعبير والإبداع. مع فيجي بوت كل طفل عنده فرصة انه يعبر عن نفسه بطريقة جديدة، مش بس في الرسم لكن كمان في حياته اليومية. خلونا نتخيل مع بعض عالم مليان بالألوان في كل مكان، تلاقي ناس كلهم بيقدروا يعبروا عن نفسهم بكل حرية. اللي كان مستحيل بقى ممكن دلوقتي مع فيجي بوت. نقدر نخلي كل طفل يلاقي نفسه في عالم مليان بالألوان. شكرا ليكم.